واخيرا وبعد قطعة اسبوعين رجعناكم بالجزء الثاني من حكاية رومان ديمتري الاسطورة الفاشل. فاذا ما شفت الحلقة الاولى بتلاقي الرابط موجود عندك فوق في يمين او يسار الشاشة. وقبل نبلش لا ننسى صلى حبيب الله صلى وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. ويلا بدون كثرة حكي خلونا ندخل في القصة ونشوف شو اللي صار معانا في الاحداث التالية. في فلاش باك سريع لزعيم عصابة ناب الدم وهو عم بيستنى فرومان مع جماعته، بس ما لحق يقول السلام عليكم كل عام وانتم بخير على خيبتكم اللي كثير. دمر كل اتباعه وقتلهم بلمح البصر، وهذاك صار زي الولد الصغير بيحكي ما ابي اموت ما ابي اموت. ورع كبير قال رئيس عصابة قال. فظل يترجى بالرحمة حتى بعد ما شبع وضرب ومسحه ببلاط الكوكب. فمع الارض وحكى لرمل بترجاك يا كبير راح اعمل لك اللي بدك اياه بس ارحمني. يعني تصير كلب المطيع ما هيك؟ المفروض تحكي لي اياها قبل ما تبعت لي اولادك علي. وحكى رمل بعدها لكل الناس اللي حوله على اللي صار من الالف للياء، انه زعيم عصابة ناب الدم وانه عمل هيك في ارضي وانه ذبح وقتل وهددني لانه هو يعتبر معتدي على ارض اجنبية الى حد ما. اجى رئيس الفرسان جوناثان وشاف سيده الشاب وهو بيدعس ودهس براس رئيس العصابة بضربة واحدة. وصل الخبر لرئيس عائلة لورس واتباعه، وواحد منهم اقترح على الرئيس لينزل بعقاب على رومان بسبب جريمة قتل علنية او العمل بحكم الاعدام بدون اخذ الاذن من حاكم الارض اللي هو الفيسكوت نفسه. هذا الرئيس امر باستدعاء رومان ديمتري فورا ليسمع منه كامل التفاصيل. وصل رومان مع رئيس الفرسان لقصر عائلة لورس واعطى التحية الرسمية، بس حكى له انسى الرسميات، شو الفعل اللا انسانية اللي عملتها هون في ارض لورس؟ فرد عليه بالقصة من اول ما اجوا عنده واعتدوا على كيفن الين اخر شيء. فلورا من برا كانت بتسأل في الحارس الزلمة اللي دخل قبل شوي هو رومان ديمتري ما هيك؟ شو اللي جيبه هون لعند مكتب ابي؟ فرد عليها بالقصة برضو من اولها لاخرها. المهم نرجع لرومان بعد ما خلص بسرد حكايته وسأل رئيس العائلة عملت اشي غلط يا حضرة الفسكون؟ بعد مناقشات خفيفة قرر الرئيس انه يكافئه بدل من انه يعاقبه، وحكى له يعطيك العافية تقدر تطلع برا. بعد ما طلع الفسكوت كان جدا مبسوط عليه وكان مسلك اموره بالعافية لانه حيكون الزوج المستقبلي لفلورا. حدا منكم يحكي له اللي صار يا اخوان بالله؟ بعد ما تكيف شوي طلب استدعاء فلورا المكتب ومشان يحكي لها عن كل اللي صار. ايوه هنا اكلنا الخازوق المرتب. ونرجع لرومان مع قائد الفرسان، وكان القائد بيبهدل فيه عن اللي عمله رومان مع الفيسكوت، بس حكى له هم غلطانين جزئيا كمان، وكل اللي عملته واللي صار كان بسبب استهتارهم بالموضوع، وشكله ما كان عارف بخبر الغاء الخطبة، فقرر انه ما يعاقب خطيب فلورا. جوناثان انصدم من حنكة رومان وبيسأل في نفسه شو اللي صار فيه، مين هذا البني ادم اللي قبالي؟ هذا مش سيد الشاب اللي بعرفه. ندخل في قصة بايك جونغ يوك ابن اقوى حكام عالم ميورم ونشوفه يحكي لابنه اذا بدك تتجاوزني فلازم تثبت كفاءة نفسك بالعمل الشاق ولحس التراب والنجاة، حتى لو متت مع اخوانك ال 12 اللي سبقوك، وحتى لو كل ولادي ما نجحوا وراحوا فيها فراح اخلف اكثر واكثر. يا ويلي شو بيتعاطى اخو الهبلة هذا. لك ان تتخيل انه ابوه كان بايع امها حرفيا، مش فارقة معه قديش يخلف وقديش ولد من فلذة كبده يموت، اهم اشي يصير خليفته كحاكم لطائفة الشياطين السماوية لعالمهم. عانى في بداياته بالضرب والاهانة والضرب والمزيد من الضرب وتكسير الوجه. في الوقت الحاضر كان رومان افندي بياخذ له شاور وبفكر باللي عمله وباللي حيعمله بصفته كرومان ديمتري مش كبايك جونغ يوك. في نص تفكيره خادمه نادى عليه ليشوف ابوه. جوناثان حكى لابو رومان عن اللي صار بجماعة ناب الدم وحكى له لاحظت تغير كثير كبير على رومان هالفترة. والاب صار بيحكي بالرغم انه رومان ما في له هذاك الاشي اللي يذكر، بس هو الوحيد اللي عاش وجرب اللي ما شافوه اخوانه الاثنين لما كنا عاميين. وبعدها بنشوف ذكرى للاب مع رومان الصغير وبيعطيله قطعة حلاوة وبيسأله ليش قطعت كل هالمسافة مشان تعطيني هالحلاوة؟ فرد عليه لانك بتتعب وبتشتغل كثير فحبيت اعطيك الحلاوة كلها وخلص شغلك لترجع للبيت بسرعة. الولد كان حرفيا في قمة البراءة والظرافة، وهذا كان سبب تفضيل الاب لرومان اللي هو ابنه الاول عن اخوانه الاثنين. عطاله مصاري مشان ما يحسسه بالفقر، بس ما توقع انه دلع وحرف ابنه وخلاه في الحالة اللي صار عليها، قصده في الحالة قبل ما يجي بايك جونغ يوك لجسمه، وكان حيتخلى عنه بسبب انحرافه. بس بعد ما سمع عن اللي عمله بجماعة ناب الدم
صار عنده امل ليشوف ابنه يرفع راسه وراس العيله. وصل رومان لعنده وساله انت توليت امر جماعتنا بالدم لحالك ما هيك؟ رومان كان بيحكي مع نفسه لو رديت على جوابه بصراحه فحيشوفني بنظره مختلفه تماما، كاني انجزت المستحيل. هل احكي له عن اللي صار ولا اتراجع واخليها لبعدين؟ ونكمل بعدها في ذكريات رومان التعيسه، او عفوا بايك جونغ يوك التعيسه، ونشوفه بياكل خبطه بهدله بس مسك حجره واعطاها بوجهه وخلص عليه بهالحجره. ملاحظه سريعه، مش متاكد اذا اللي بيضربه اخوه ولا ابن لاحد الحكام الثانيين في عالمهم، بس مبدئيا حنحكي عنهم جماعه البزارين. حكى لباقي البزارين اللي حوله هذا الورع كان رئيسكم ما هيك؟ لعاد وصلوا هالرساله لباقي البزارين اللي في الكهف انه رئيسكم اتقتل على ايدي انا. بايك كان مرمي في احضان العذاب والتبكيس، بس سيطر على كهف البزارين وكانت بدايته في السيطره على عالم ميورين. وحكى مشان اثبت وجودي واحكي بسيطرتي هون كمان لازم اظهر قدراتي الخارقه لاني انا الحاكم الشيطاني، انا ما بخفي قواي وقدراتي الخارقه عن اي حدا. فرد على ابوه حكى له انا عملتها. بنزل بعدها لساحة تدريب الفرسان في قصر ديمتري، بنزل رومان مع أبوه وجوناثان للساحة. كل الأفندية عطوا التحية للقائد، بس واحد منهم انتبه على رومان ديمتري بيحكي في نفسه شو اللي بنزله لساحة التدريب. وبعدها جوناثان حكى لهم راح نباشر بمبارزة السيافين مع السيد الشاب رومان ديمتري، اللي حابب يبارزه تعال وقدم نفسك. نعم، مبارزة مع العاهة ديمتري. نرجع بفلاش باك لبعد ما حكى رومان نعم لأبوه. سأله بعدين كيف لك هذا يا ولدي؟ فرد عليه كنت بتمرن سرا على مهارة الفروسية أو المبارزة أو فنون السيف إلخ مش عارف بصراحة كيف أسميها هون. طب ليش تخفيها عني؟ كنت حدعمك لو كنت بعرف. بصراحة ما حبيت أتدلل كثير، فقررت إني أفرجي لك شو بقدر أعمل من حالي وأقدر أنجز بصفتي عاهد ديمتري. بس كيف تعلمت المهارة اللي بتأهلك لتهزم قائدة جماعة ناب الدماء؟ عملت له كمين من شوية شائعات ومعلومات غلط. ناني؟ لأنه بحبوا يتنمروا عن نبلاء الضعفاء، استغلت صفتي كعاهد ديمتري لأصيده زي السمكة. كيف تفعل ذلك؟ كان من الممكن أن تقتل لو أن أتباعهم تركوه واتجهوا نحوك لكن كل أتباعه كانوا بيشتغلوا له غصبا عنهم، كان مهددهم وسالب حريتهم، فما حد عبروا أصلا. بعد هاي الحفلة الطويلة سألوا أبوه ليشوف قدراته السيفية الفروسية وفنون السيف إلخ وات ايفر بنفسه. المهم نرجع للحاضر ونشوف انه ولا واحد حابب يتطوع، فقرر القائد يبك واحد منهم عشوائيا، ووقع الاختيار على ابو شعر اصفر اللي اسمه كريس، نائب قائد فرسان لقصر ديمتري. عفوا سيدي، الافندي مش عاجبه رومان لانه اخر مرة شافه قبل سنة كان سكير وبكسر القزاز في احد المطاعم واكل خبط منه مع زت حكي كثير ماله اي داعي، ما كان شايفه اكثر من فاشل زبالة مثير للشفقة، ولسوء حظه راح يبارزه. بعد شوية مناقشات بلشت المبارزة، وقبل ما تبلش حكى كريس انه عنده طلب انه يشيل اي قيود ويخلي المبارزة مبارزة حياة او موت. قصده هنا يعني ما عنده يم ارحميني، مشان كان حاقد عليه وبده يفضح عرض ابو شكله. رومان ضحك وهو تعصب وتنرفز. المهم وافق على الشروط وبلش القتال. درعم كريس بسرعة وعطاله واحدة بس صدها، يفضح ما أسرعه. شكله كريس مستحلف له مظبوط، بس جوناثان وكريس صدموا انه قدر يصد الضربة السريعة. مستحيل، اكيد صدفة. اول ضربة راوغها، الثانية صدها، الثالثة هذه هي. اجا ليعطيله الضربة القاضية الا وريمون معطيله واحدة سبرايز وكانت حتخلص عليه، بس قدر يتفاداها. كيف فعلها؟ الكل صدموا ومش عارفين شو بدهم يحكوا. كريس بلش يستوعب انه فعلا رومان قدر يخلص على الجماعة لوحده، بس حكى الا الشرف، اموت ولا يهزمني عاهد ديمتري واتهان قبال كل اللي حولي. بس صدموا رومان بجملة خلصنا تسخين. دقيقة، وش قلت الحين؟ فحكى له انا حبلش الشوط الثاني. درعم بسرعة بس قدر يصد الضربة، وبدأ رومان يضغط عليه بضربات ساحقة ماحقة كاسرة، وكريس بيعاني من الضربات، بس قدر يكسر رومان دفاعه على غفلة، واجا ليعطيله الضربة القاضية، بس شاف كريس فرصة مناسبة لرد الضربة بحكم الفتحة اللي قبال. اجا ليعطيله بس تفاد الضربة بلفة محترمة، وعطاله ضحكة ضحكت عليك يا نوب. بتغزني. هذاك مش مصدق اللي شافه، وحكى في نفسه انا خسرت من رومان؟ انا
وبعدها فعل تعويذة البرق ولا كهرباء ولا مش عارف شو هي اللي فعلها. وجوناثان حكى له كريس شو اللي بتعمله؟ وقف ستوب. فعل اشي اسمه هالة النجم الاولى او هالة النجم واحد وضرب الضربة القاضية. وابوه بيصرخ وبينادي في رومان لانه ما كان مبين، بس طلع له سليم ومعافى ما صاب ولا انجرح. طلعت فادة ضربة السيف المعززة بسحر هالة النجم واحد واعطاله مرتدة سريعة طيحته على الارض وسط ذهول واندهاش الجميع. نرجع شويتين لورا في ذكريات للأفندي كريس وقت ما كان تلميذ لجوناثان. يعتبر كريس أصغر فارس قدر يوصل لمستوى هالة النجم الثاني. ملاحظة تسلسل قوة هالة النجم في المان هو من 1 إلى ما بدك، يعني 1 هي أقل قوة و2 أعلى و3 أعلى وهكذا. وصل لمرحلة إحساس المانا بعد نص سنة تمرين، ووصل لهالة النجم 1 بعد 3 سنين ونص تمرين. بالنسبة لهم تعتبر فترة تدريب قصيرة جدا لأنها بالعادة بتأخذ حوالي 10 سنين. كريس كان الفتى العبقري في صفوف فرسان ديمتري، لكن الفرحة ما تمت بعد ما خسر ماتش الشرف قبال عاهد ديمتري. وطبعا ما في داعي أشرح هالمنظر إخواني المستمعين. وحكى جوناثان للقائد لا تتفاجأ يا سيدي، لأن السيد الشاب الذي أمامنا هو عبقري فنون السيف والمبارزة. وفي زاوية رومان كان رومان بيحكي في نفسه الورع هذا بدرعب بتهور لخصمه وتركيزه كثير قوي، على الأغلب بيقدر يهزم عصابة ناب الدب لحاله. عرفت هسه ليش جوناثان فخور فيه كثير؟ بالنسبة للمعايير تبعتهم فهو عبقري العصر، بس بالنسبة إلي هو أسوأ حتى من كيس الزبالة. بس شو كانت البهارة اللي طلعها آخر إشي؟ أبوه ضحك ضحكة فرح وحكى ما تخيلت إنه ابني يكون عبقري في فنون السيف والمبارزة. تعال يا ابني شوي، ما عمري كنت مبسوط زي اليوم. بدي أصفق لك على إنجازك الكبير اللي عملته بنفسك وراح أكافئك عليها. شو حابب تطلب؟ فرد عليه بالنسبة لموضوع التجديد اللي حيصير بعد 6 شهور أعطيني الحق لأختار الجنود اللي حيروحوا معي. أبوه تفاجأ وحاول يبعدوا عنها ويبني ظبط الخطبة كمان مرة عشان تتفادى التجديد والمعركة ومش عارف إيش. يابا أنا طالع. تمام يا ابني اعتبرها تمت، وكمان عندي طلب ثاني. تمام يا ابني شو هو؟ وفي زاوية الأفندي كريس ايش بدك مني اعلم سيدي الشاب فنون الهالة؟ يب طلبه الثاني كان من انه يفهم ويتعلم فنون الهالة او هالة النجم وات ايفر شو كان اسمها. الافندي كان رافض الى حد ما بسبب اللي صار، بس كابتن جوناثان حكى له اسمع عندي لك طلب، اذا قدرت تعرف كيف رومان تغير 180 درجة راح اورث لك تقنية السوبر سرية اللي ما كشفت عنها لحد هسه. جد بتحكي؟ التقنية ذي راح ترفع رتبته ويصير فارس بهالة النجم 3، عشان هيك كان متحمس بزيادة. ديم يا معلم حاضر، بس إياك إنك تنسى. هانسن كان بيمدح ويعزز في انتصار سيده الشاب على نائب القائد كريس، وسأله رومان عندك معرفة بماهية الهالة؟ مش متأكد سيدي. مش هي قوة بتستخدم المانا؟ المانا ايوه انتوا بتسموها مانا هون، فهمت هسه. وحكى في نفسه الطاقة اللي بتستعملوها بدون شك هي انفجار للطاقة الداخلية او الكي، بس طريقة استخدامها مختلفة كثير عن الكي في عالم ميوري. والاشي هذا اللي مسمينه بالهالة هاي اسمع عباطة وصرف ما من امه داعي للمانا. رومان ما معه غير قوة جلد في جلد، ما عنده يم ارحميني. دام اني مش فاهم شنو هي الطاقة اللي بتستعملوها فراح احتاج اتعلمها واستخدمها في هذا العالم عشان افهمها. اجا يوم التمرين والاثنين بيطلعوا بين بعض. يا ورع تمام، اذا هيك خليني اشرح لك نظام الهالة. اول اشي الهالة هي جزء من استخدامات المانا، بالتحديد الفرسان بيستخدموا هذا الشكل. السحرة بيستخدموا المانا عن طريق تخزينها في دوائرهم السحرية، بس الفرسان بيخزنوا المانا في أجسادهم. وأول من اكتشف هذه الطريقة كان الإمبراطور إكسانترو. الهالة عبارة عن إطلاق مستمر لهذه المانا للجسد، ومنها راح تكسب قوة جسدية أكبر من الشخص العادي. بس إنك تعرف تاريخها مش مهم، لأنه القلة القليلة اللي بيقدروا يستخدموا المانا. واحد من بين 1000 شخص بيصير فارس هالة، وواحد من بين 10,000 شخص بيصير ساحر. فعشان هيك أقل متطلب لتتعلم هذه القوة إنه يكون عندك القدرة على حس المانا. أنا أخذت مني حوالي نص سنة لأحس بالمانا، وبالعادة بدك أقل إشي سنة أو أكثر، فهون عامل الموهبة بيلعب. فطلب منه رومان إنه يشرح له كيفية الإحساس بالمانا. فكريس صار بيحكي في نفسه إجا دوري لأذوقك طعم الهزيمة اللي ذوقتني إياها يا ابن المحظوظة. بس رومان كان بيحكي في نفسه برضه أنا أصلا قدرت أحس بالمانا الموجودة بهذا العالم، وخزنت منها في مركز الكي باستخدام الفنون الشيطانية السماوية، بس إني أتبع طرق التقليدية شوي غلط، فلازم أتعلم طريقتهم الأول. وهذاك قاعد بيرغي وبيرغي في طريقة الإحساس بالمانا، ورومان قاعد بيمشي معاه إلين ما قدر يحس بالمانا في أقل من نص دقيقة. يعني
كيف الورع ده قدر يطلع هالة؟ وبعدها عرف رومان انه طريقة تجميعهم للمانا زي الزفت، لانه طريقة عالم ميورب بتشيل الشوائب وبتجمع انقى طاقة كي لمركز الجسم. طريقة تجميع المانا في هذا العالم عن طريق بس انها تتراكم على الجسم بدون ما تتخزن. اللي عندنا بتتخزن واللي عندهم استخدام مؤقت، ومستحيل بتقنية معفنة زي ذي توصلني لأعلى مستوى حتى بعد 1000 سنة تمرين. يا ورع كيف سويتها؟ معقولة كنت بتضحك علي طول الوقت وجاي هلا تتمسخر علي؟ ايوه دحين فهم، انت كنت بطلع المانا من سنتين مش كذا؟ عشان كذا قدرت تفوز علي. يا ابني ايه العبط اللي بتقوله ده؟ وش بتقول انت؟ الموضوع ياخذ 10 سنين عشان توصل مرحلة هالة بنجمتين. انت عبيط يا ابني؟ انا اللي عبيط؟ معقول انت بتتمسخر علي؟ طب خليني اسألك سؤال، عمرك انت سألت نفسك وانت بتتمرن اذا طرق التمرين دي اصلا نافعة ولا لا؟ مش بدك تقول لي. انتوا عندكم اعتقاد ان الطرق هاي اللي بتتوارثوها من جيل لجيل دائما صح، مش هيك؟ لما شفت الجماعة بتتمرن بهالطريقة وهي واضحة وضوح الشمس انه فيها عيب اصلا، معقولة عشان انتوا ما بتعرفوا ولا عشان ثقتكم العمياء بقائدكم جوناثان؟ لا هيك ولا هيك، الموضوع كله عشانها اسهل للتعلم. انا ما بتمسخر على جهودك ال10 سنين تبعتك، بس اشي بضحك انك ما سألت نفسك ولا مرة اذا طريقتكم صح او غلط. بكفيني تبرير لهون. استنى شوي لعاد احكي لي شو لازم اعمل من اليوم وطالع. بعدها اجاله فلاش باك سريع لما قاتل احد الاشخاص في عالمه وسأله نفس السؤال لما هزمه، فلما شاف كيف رمى كل اللي تعلمه على جنب وطلب العلم منه رد عليه مثير للاهتمام. وبعدها بنعرف انه الشخص اللي تقاتل مع بايك جونج يوك هو القائد السابق لعشيرة الشياطين، وكان متعلم فنون قتالية متوارثة من جيل لجيل. فلما دمروا بايك وحكم السيطرة على العشيرة بعد معركة طويلة وحامية، ساب كل اشي عن كونه رئيس العشيرة وسأله ذاك السؤال. وحالة كريس كانت نفس حالة رئيس العشيرة، فكان بايك متحمس ليشوف شو اللي حيصير معه. بس حكى لكريس اذا بتبحث عن الجواب فشد حيلك لتشتغل معاي من اليوم وطالع. بعد 6 شهور راح ننزل لساحة المعركة، بدي منك تتفرج علي وتشوف كيف بقتل وبذبح بأعدائي وتشوف الطرق اللي بستخدمها، وإذا ضليتك معي خلال هال10 سنين فأكيد رح تعرف الجواب اللي بدك إياه لسؤالك. بعدها رجع كريس يفكر بالماضي الحزين لكل واحد حكاله عن طريقة الإحساس بالمانا وكلام رومان بخصوص التساؤل عن طرق التدريب العقيمة حقتهم. فبعد تفكير عميق أجى لجوناثان وحكاله من اليوم وطالع راح أتبع سيد الشاب في ساحة المعركة. فبعد مناقشات صغيرة وافق على إعفائه من صفوف فرسان ديمتري لينضم لصفوف رومان، فشكره. وبعدها بنتعرف على ماضي كريس الحزين. أول ما لقاه القائد جوناثان كان بيبكي على امه اللي ماتت من وراء الحرب اللي صارت، وحكى جوناثان دام كريس راح يتبع السيد الشاب فمش من حقي اني اسميه بالعهد ديمتري مرة ثانية. تعال معي، لازم تحضر نفسك، راح اعطيك اخيرا تقنية السوبر سرية الخنفشارية. ملاحظة مش متأكد اذا هي فعلا، بس حكى هون راح اعطيك سلاح سري، فعلى الاغلب انها هي، فمش متأكد صراحة. المهم تمام يا معلم. وصلت شائعات مسح جماعة ناب الدم من طرف عاهد ديمتري لسكان أرضه، ومن بينهم كيفن الغلبان الحزين، ومش مستوعب للي سمعه وما كان متوقع انه يمسحهم كلهم لحاله. وحكى بنفسه معقولة عملها مشان يحافظ على كلمته معي؟ لا 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 لا، مستحيل يعملها عشان حتة عيل وضيع مهزأ زي حالاتي. وظل يفكر مع حاله وبيحكي نفسي اكون زي سيد الشاب، بدي اصير اقوى لاحمي عائلتي. بس اجاله رومان على غفلة ونادى عليه بنص تفكيره وانفجع وحكى له سيدي الشاب مضت فترة يا فتى. شكرا لك سيدي الشاب، لولاك لكانت عائلتي في خبر كان. سأله عن حاله رد عليه اموري تمام سيدي، جماعة زفت الطين بطلوا ينزلوا لعندي وقدرت الاقي شغل محترم بفضلك، مش عارف كيف اعبر لك عن امتناني. في مجال لترد الامتنان اذا سمعت لطلبي. وشو هو طلبك؟ راح اقوي عيلتك واعطيهم اكل نظيف ومرتب، وراح يقدروا يمارسوا كل هواياتهم عكس الشغل المتعب اللي بتشتغلوه حاليا، بس بشرط انك تفني طول عمرك في خدمتي وطاعة اوامري. اذا اقسمت بالولاء فراح اعطيكم حياة جديدة كاملة عمرك ما حلمت فيها. كيفن ما صدق هاي الفرصة واعطاله وحدة قسم بالدم كمان، وحكاله دام انك تحمي عيلتي راح اعمل اللي بدك اياه حتى لو طلبت مني اني اجيب اجلي بنفسي. شافه رومان وحكى في نفسه فعلا الولد هذا ذكرني بالشيطان المجنون، ظل ينفذ كل أوامري بالحرف الواحد بدون أي تردد. شكله زيارتي له كانت بفائدة كبيرة. تمام، إذا من اليوم وطالع أنت لي. وصلوا بعدها للقصر وحكى لخادم هانسل ليدير باله عليه من اليوم وطالع ويفرجيه ويعرفه بالقصر. تمام سيدي، راح أكون بالمكتبة، إذا كنت بتحتاج لإشي يا كيفن راح تلاقيني غاد. تمام سيدي الشاب،
بنشوف رومان بيتعلم أكثر عن هالة الفرسان النجمية. إذا قدرت تطلق مانا فأنت فارس بهالة نجم 1، وإذا قدرت تقطع الحديد بالمانا فأنت فارس هالة نجم 2، وإذا صرت هالة نجم 3 أنت تخطيت كل المفاهيم الطبيعية وحتتلقى معاملة مختلفة في المملكة. وفي فرسان بهالة نجم 6 في قارة سلامندر، بس ما في أي حكاية في الوقت الحالي عن وجود فرسان بهالة نجم 7، وحتى مع أقوى 10 فرسان مصنفين في القارة مش كلهم واصلين لهالة النجم 6. وهدول جماعة النجم 6 دام إنهم وصلوا لهالمستوى معناتهم تخطوا كل ما هو بشري بحت، لأن الهالة اللي بيطلقوها من سيفهم بتسافر لعشرات الأميال وبتعمل انفجار بدوي كبير خطير مرة. حاليا في 12 فارس بهالة النجمة 6 في القارة، وبيطلقوا على هؤلاء بصرف النظر عن جنسياتهم وعن أحوالهم الاجتماعية بسيوف القارة ال12. بس دامهم مش قادرين يرفعوا حالهم أكثر من 6 معناتها هاي أقصى إشي بيقدروا يوصلوا له بتقنياتهم العقيمة. بس في عندنا كمان السحرة اللي وصلوا لمرحلة الدائرة 7 بيسموهم بالسحرة العظماء. تعويذة واحدة منهم بتدمر الأرض والسماء. هدول يعتبروا أخطر حتى من فرسان هالة النجم 6، وهاي اللي اسمها السحر ما عمري سمعت عنها في عالم ميوريم. رومان بعد ما شاف وتعلم عن العجب في هاي القارة اتحمس كثير، دله خادمه على أكثر مبنى محظور على أي بشري إنه يقرب منها، بالمختصر المبنى المثالي للتدريب. وحكى رومان لخادمه إياك ثم إياك تخلي أي حدا يقرب مني إلا في حالة الطوارئ الضرورية القصوى فقط. دخل وجلس جلسة المتأملين وبلش بالمرحلة الأولى من فنون الشياطين السماوية البشري. نزل الدم لكل أرجاء جسمه، والسبب كان إنه جسم رومان نفسه كان مليان شوائب لا تكاد تكون موجودة في جسد أي واحد غيره بنفس عمره، بالعربي جسده مضروب ومشوه. بس مع ذلك حكى لازم استرجع كل طاقتي كحاكم يورم عقد ما اقدر، ومرحلة البشري هي اولى الخطوات في تحقيق اهدافي الجديدة في هذا العالم. بعد اسبوع بيشوف حاكم لورنس مع بنته فلورا في قصر عائلة ديمتري، وحكى لهم الخادم اتفضلوا واستنوا هون بحضركم هسه شاي وشوية سناكات او وجبات خفيفة يعني. سألوا الفسكوت وينه رومان، فرد عليه السيد الشاب حاليا بيهتم ببعض الامور، اعذروني رجاء. فحكى لبنته انا حضرت لهذا الاجتماع مشان نصلح غلطتنا، فانتبهي لكل كلمة حتحكيها. والحزينة بترد حاضر يا بابا. بنرجع لفلاش باك على اللي صار لما نادى الفسكوت على بنته، انصدم بعد ما سمع انه هي اللي الغت الخطبة، والحزينة قاعدة تعطيله المبررات اللي خلتها تلغي خطبتها، بس صار يبهدل فيها. وبصراحة حقه، يعني لو انا كنت مكانه بهيك ظروف كنت حتبرأ منها اصلا. لا امزح، خلينا نكمل. وذكرها بموضوع الحرب اللي ما حيقدروا يتفادوها مع عائلة باركوس بسبب ملكية الارض اللي ذكرناها بالحلقة الماضية. بس ردت عليه بس نحن مش ضعاف، ما عندنا بالمرة فرصة نواجههم بدون عائلة ديمتري. فرد عليها لو كان الموضوع عن عائلة باركوس بس كان لنا فرصة، بس مع موافقة الحكومة المركزية على أوراق القرض والضمان بدون ما يتأكدوا إذا هي أصلا صح ولا غلط، بالإضافة إنه البنك المركزي عم بدعموه بالقروض بدون حتى ما يعطوهم ضمان، فهاي معناتها إنه اللي حنحاربهم أكبر حتى من عائلة باركوس بأضعاف مضاعفة. فلهيك فرصتنا للفوز معدومة تماما، وراح يستغلوا هاي الفرصة لياخذوا كل إشي منا، أرضنا، شرفنا، وحتى انت اللي سموك بزهرة لورنس. ونرجع للحاضر ونشوفها نادمة على قرار الغاء الخطبة بالزيادة عن اللزوم. ونشوف بعدها الخادم هانس بيستنى في رومان لانه لسه ما طلع من البيت، وكان قلقان لانه الفسكوت وبنته كانوا مستنين من الصبح وهسه صار المغرب تقريبا، وهذاك مش عارف شو يعمل، يحكي له ولا ما يحكي له. بس فجأة فتح الباب وطلع رومان، بس الخادم انصدم من اللي شافه في رومان. فشو اللي صدمه بالضبط، وشو اللي حيصير بموضوع الخطة، وهل ممكن يرجعوا العلاقات لتتفادى عائلة لورنس الحرب، ولا راح يطنشوهم ويتركوهم للهلاك. نكون هنا وصلنا لنهاية الجزء الثاني من حلقة رومان ديمتري او من حكاية رومان ديمتري. اتمنى انها تكون نالت على اعجابكم. اذا حابين الجزء الثالث باسرع وقت ممكن اعملوا لايك، سبسكرايب، واعملوا شير للفيديو، خليه يشوف اكثر عدد ممكن من الناس ونشوف رايهم بالقصة اذا حابين نكمل فيها ولا لا. بس يعطيكم الف عافية على المشاهدة. كان معكم كيسنسي، نشوفكم في المقاطع الجاية. السلام عليكم. صح، كيسنسي عمبك.